حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مرة بتشوفوني انا دعاء ودي قناتي. النهاردة بقى يا جماعة عاملة لكم سجق بالصلصة او سجق اسكندراني، سموه بقى زي ما تسموه. المهم ان هو حاجة اخر لذاذة. يعني بصي، عايزة تعملي غدا سهل وسريع ولذيذ وما بياخدش وقت، يبقى السجق بالصلصة. حاجة بجد سهلة جدا، ما بتاخدش وقت. جنبها كده حبة رز ابيض او رز بشعرية وطبق سلطة وبس كده. دخلتي المطبخ ما اخدتيش اي وقت وعملتي غدا هيعجب ولادك جدا جدا، وفي نفس الوقت ما بياخدش وقت ومنجز معاكي جدا جدا، وطعمه في منتهى الجمال. يعني شكله اصلا يفتح النفس بجد. لايك وشير بقى وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. ويلا نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف المقادير بتاعة وصفتنا النهاردة. عندي طبعا السجق، وعندي فلفل رومي اخضر مقطعاه، ويا سلام لو مقطعه بقى معاه قرن حامي كده، لزوم الشطشطه كده يبقى يا سلام. وكمان عندي كوبايه كبيره من عصير الطماطم، وعندي حوالي بصلتين مفرومين او بصلايه واحده كبيره مفرومه، وكمان عندي معلقه صغيره من الثوم المفروم، وكمان التوابل بقى عندي رشه من السكر، وعندي الملح وفلفل اسود وشطه. ما بزودش بهارات كتير لان السجق نفسه بيبقى فيه بهارات تمام، يعني بهارات مظبوطه، فما بكترش بهارات عشان ما يبقاش طعم البهارات كتير. بروح بقى على البوتاجاز وبحط طاسة وبحط فيها معلقة من الزيت، معلقة واحدة يا جماعة ما تكتروش، علشان السجق فيه نسبة دهون كتير، فالدهون دي بتنزل عشان ما يبقاش الأكل دسم زيادة عن اللزوم. بس كده، وانزل بقى بالسجق. اهم حاجة ان الطاسة تكون سخنة معايا كويس، وانزل بقى بالسجق عشان يتحمر، ياخد لون كده من كل الاتجاهات. التحميرة دي بقى بتخلي السجق طعمه حلو جدا. لو عايزة تستغني عن الخطوة دي وما تعمليهاش وتنزلي بالسجق مع البصل على طول وتحمريه، مفيش مشكلة، بس التحميرة دي بتديله كده طعم مختلف. وكمان لونه بيبقى حلو جدا. بس كده احمره بقى من كل الاتجاهات، يتحمر من الناحية دي واقلبه على الناحية التانية، بحيث ان السجق كله يبقى واخد لون متحمر كده، وشكله يبقى حلو كده بالشكل ده زي ما انت شايفة قدامي. لو وصلتي معايا بقى لحد هنا وما كنتيش لسه حطيتي لايك، يا ريت تحطي لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وكمان لو لسه ما صليتيش على النبي لغاية دلوقتي، يلا نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بس كده السجق معايا بقى اتحمر وبقى بالشكل ده. خلاص كده هشيله بقى، ارفعه من على الطاسة. بصوا بقى نسبة الدهون اللي نزلت، زي ما قلت لكم السجق فيه نسبة دهون كتير، فبتنزل كلها، عشان كده ما بزودش دهون في الاول. بس كده نفس الزيت ده بقى والدهون اللي نزلت من السجق بقى والبهاريز كده وطعم السجق والحاجات اللي نزلت دي كلها بقى في الطاسة عندي، هنزل فيها بالبصل علشان يبقى واخد كده من طعم السجق معايا. واقلب بقى في البصل لغاية ما يبدأ كده يدبل وياخد لون معايا زي ما انتوا شايفين معايا كده. في هنا بقى ممكن تنزلي بالسجق يكمل تقليب تاني مع البصل، وممكن تستني تستويه بعدين زي ما انا هعمل دلوقتي. السجق انا في المرحلة دي على ما البصل اخد لون معايا قطعته قطع صغيرة علشان ينزل بقى في الطماطم، يبقى متقطع كده زي ما انت عايزة بقى. ممكن تقطعيه صغير، تقطعيه تقسمي الواحدة بالنص، عايزة تسيبيه زي ما هو سليم برضو، دي حاجة ترجع ليكي. اول ما البصل دبل معايا كده كويس، حطيت الفلفل الرومي والفلفل الحامي زي ما قلت لكم، وكمان بعد ما الفلفل دبل نزلت بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم وقلبتها كده، اتشوحت شوية. واول ما ريحة الثوم كده اتشوحت وطلعت الريحة بتاعة الثوم كده طلعت، نزلت بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، وقلبت بقى كل الكلام ده مع بعضه كده بالشكل ده. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هنزل بالسجق بتاعي بعد ما قطعته زي ما قلت لكم. انا قطعته كده يعني قطع متوسطة، لا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة قوي. زي ما قلت لك دي حاجة ترجع ليكي بقى، تقطعيه صغير تقطعيه كبير تسيبيه زي ما هو، دي حاجة ترجع ليكي. واديته تقليبة بقى مع البصل ومع الصلصة وكل الكلام ده. وبعد كده نزلت بقى بكوباية عصير الطماطم اللي معايا،
ما بكترش طماطم يا جماعة، لان الطماطم الكتير مش يعني مش هتبقى احسن حاجة. يعني هي كوباية بتبقى حلوة جدا وبتظبط الكلام جدا جدا. بس كده تقليبة بقى سريعة وخلاص. الكوباية بقى اللي انا حطيت فيها اللي كان فيها عصير الطماطم دي بحط فيها مية وبنزل بيها على السجق. بنزل طبعا بالتوابل اللي معايا، رشة السكر والملح والفلفل والشطة. زي ما قلت لكم انا ما بكترش بهارات في السجق لانه بيبقى متحبش وفيه بهارات منه فيه كفاية. حطيت كوباية المية كده وخلاص، اسيبه بقى يغلي كده غلوتين ويتسبك كده حلو، والسجق بقى يشرب كده من الطماطم اللي انا حطيتها ومن البصل والكلام ده كله، ويدخل في بعضه كده ويتسبك ويبقى زي الفل. وكده خلاص واكلتنا خلصت بمنتهى السرعة والسهولة والبساطة. مفيش ابسط من كده ولا احلى من كده. بس كده بقى اسيبه يغلي وخلاص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا بقى بيغلي ويبقبق ازاي. سيبيه بقى في المرحلة دي كده يغلي كده ويتسبك مع نفسه عشان تاخدي احسن نتيجة. وحسب ما انت عايزة قوام الصوص معاكي، عايزاه تقيل عايزاه خفيف، بتقدري تتحكمي في قوام الصوص معاكي. وكمان اهم حاجة كمان ما تكتريش ملح، لان السجق بيبقى ملحه فيه ملح زيادة. فما تكتريش ملح، يعني تحطي حبة صغيرين كده وبعدين تدوقي تشوفي اذا كان محتاج ولا لا، لانه ممكن كمان ما يحتاجش ملح اصلا، لانه زي ما قلت لكم السجق بيبقى متحبش كده وملحه بيبقى زيادة شوية، فعلشان ما يملحش معاكي. بصوا بقى تسبك والقوام بقى الصوص بقى تقل وبقى زي الفل. عايزة الصوص تقيل كده، عايزة تبقى اخف شوية، دي حاجة بقى ايه تقدري انت تتحكمي فيها. بس كده السجق بتاعنا استوى وبقى اخر جمال، وريحته قلب الدنيا، طعمه كمان حلو جدا. نغرف بقى الطبق بتاعنا وبس كده خلاص اكلتنا خلصت بمنتهى السهولة والسرعة والانجاز. يعني لو ما عندكيش وقت هتخلصيها في 10 دقايق حرفيا. وزي ما انتوا شايفين بقى الطبق شكله يفتح النفس بجد، شكله حلو جدا جدا جدا، ما خدش اي وقت وهيعجب ولادك جدا جدا. تعملي جنبه بقى رز ابيض، رز بشعرية زي ما قلتلك، وطبق سلطة، ويبقى كده عملتي وجبة كاملة متكاملة، غدا محترم في اقل وقت. ما يعني زي ما بقولك كده، يعني حرفيا 10 دقايق وهتكوني خلصتي كل حاجة، وطعمه حلو جدا. يلا جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم، وهستنى رأيكم وتطبيقاتكم وتعليقاتكم، لان رأيكم يهمني جدا ويفرق معايا جدا جدا. وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. باي باي يا حبايبي.